ازيكم يا شباب، رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده انا في سالزبورج، فكنت حابب النهارده اوريكم المدينه بتكون عامله ازاي، واوريكم برضو سكن الطلبه والجامعه، واوريكم الاماكن في سالزبورج. دي تاني مره ليا في سالزبورج، فالنهارده حابب اصوركم كل حاجه واوريكم المدينه ونشوف هي احسن ولا انسبروك. هوريكم اول مكان كنت موجود فيه. انا اول ما جيت هنا النمسا رحت اول حاجه سالزبورج الأكاديميك هيلفا، فأنا عايز أوريكم المكان السكن. This for student. زي ما انتم شايفين يا جماعة، هو ده المبنى، ده المبنى اللي ورايا أكاديميك هيلفا. ده أول ما جيت هنا النمسا كنت جاي على السكن ده. أول مكان هنزوره كاوتسينا بير الجبل. طلعنا فوق الجبل، ودي سالزبورج كلها من فوق. رمضان كريم. رمضان كريم. دلوقتي انا في السوبر ماركت عشان اوريكم برضو الاسعار. بسيطة الاسعار، مفيش اختلاف كبير. سالزبورج زي انسبروك في الاسعار، في المواد الغذائية مفيش اختلاف. فدخلت السوبر ماركت مارينا وبريست عايزين يشتروا اكل. انا الوحيد اللي صايم يا جماعه، ولسه هفطر بعد 4 ساعات ونص فطار. المغرب عندنا بيأذن 6 و9 دقايق، فكل سنه وانتم طيبين. فاحنا كده خلاص عرفنا الاسعار عامله ازاي، نفس انسبروك مفيش اختلاف. نتكلم برضو عن تاني حاجه، السكن. هنا السكن في سالزبورج اغلى شويه، يعني مش اغلى كتير، اغلى 10 يورو او 15 يورو من انسبروك. انا كنت بدفع 325 في سالزبورج، وفي انسبروك بدفع 310. برضو مدينة سالزبورج اكبر من انسبروك، فبكون فرصة برضو كويسة اللي انت تقدر تلاقي شغل احسن شوية، وتقدر اللي انت تلاقي سكن كويس. تالت حاجة عايزين نتكلم فيها عن المواصلات. المواصلات في سالزبورج أرخص، يعني لو انت تقطع تذكرة يوم كامل في سالزبورج هتدفع 4 يورو 90 سنت، في انسبروك هتدفع 6 يورو. فكده سالزبورج أرخص في المواصلات، كده انسبروك أغلى شوية، أغلى يورو 10 سنت. فبرضه يعني الفرق ما بينهم مش كتير قوي. انا شايف يعني المدينتين كويسين جدا للطلبه. عايز اوريكم برضو هنا الشوارع عامله ازاي. هما حاطين في الارض شطرنج، عايز اوريكم يكون عامل ازاي. في 2 بيلعبوا. في برضو اختلاف في سالزبورج. سالزبورج المباني بتاعتها كلها تعتبر مباني قديمة ومباني سياحية، فناس كتير بتيجي سالزبورج عشان تشوف المباني وتشوف الكاستل وتشوف كل حاجة. فمدينة انسبروك تعتبر مدينة جديدة فيها كل حاجة جديدة. عندك برضو الاتوبيسات، الاشتغاسنبان، كل حاجة اصلا موجودة جديدة. يعني انا لما رحت مدينة فيينا، اشتغاسنبان والاتوبيسات تعتبر قديمة، وهنا برضو في سالزبورج تعتبر كل حاجة قديمة، بس في انسبروك تعتبر كل حاجة جديدة. اتوبيسات، هتلاقي المدينة اصلا كلها كل حاجة مبنية على الطراز الحديث، فدي حاجة برضو كويسة جدا. دلوقتي رايحين جامعة سالزبورج. عايز اوريكم برضو شكل الجامعة من جوه بيكون عامل ازاي. يا جماعة وصلنا جامعة سالزبورج، فتعالوا معايا جوه برضو اوريكم الجامعة من جوه بيكون عامل ازاي. احنا دخلنا جامعة سالزبورج، عايز اوريكم شكل الجامعة. دي المكتبة.
بره المكتبة، مش عارف اتكلم جوه عشان ما ينفعش اتكلم في المكتبة. زي ما انتم شايفين الناس بتذاكر. فهنطلع الدور التالت كده نشوف. دي برضو المكتبة، الدور اللي فوق. كده احنا خرجنا بره المكتبة. المكتبة دورين. دلوقتي خرجت بره المكتبة. هنا عاملين يعني مكتبة الجامعة منفصلة شوية عن الجامعة. فزي ما انتم شفتوا الجامعة أو المكتبة مقسومة على دورين. تقدر ان انت لو عايز تذاكر تقدر ان انت تذاكر براحتك. ناقص يا جماعة نص ساعة على الفطار، فاحنا بندور على مطعم عشان افطر فيه. هما برضو هياكلوا معايا، فلسه بندور على المطعم اللي هنفطر فيه. المطعم ده من 803 سنة زي ما انتم شايفين. هندخل جوه كده ونشوف عامل ازاي من جوه. ده أول مطعم يا جماعة. يا خير يا جماعة، الأكل وصل زي ما انتم شايفين. طلبت سلمون. الحمد لله يا جماعة أنا فطرت، ودلوقتي أنا في فيلا سوبر ماركت عايز اشتري حاجات للسحور، لأن النهاردة أنا هبات في سالزبورج. زي ما انتم شايفين يا جماعة اشتريت حاجات السحور. كده وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. لو عندك اي سؤال ممكن تكتبه لي على الانستجرام. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. تشاو.